الفراعنة أول من كتبوا التاريخ على الورق، والتاريخ يعيد نفسه الآن لتصبح الحياة مجسمة بالورق. الأوريغامي هو فن ياباني شعبي ظهر سنة 700 ميلادية حين دخل الورق اليابان، فهو يقوم على طي ورقة مربعة الشكل لخلق العديد من الأشكال للتسلية أو للاستخدامات الحياتية. أسامة أوريغامي كما يلقب من المهتمين بهذا الفن في مصر، الذي أسس أول مركز للأوريغامي في العالم العربي. أنا علاقتي بالأوريغامي ابتدت وأنا عندي 7 سنين، لما شفت في التلفزيون المصري في القناة الثانية حد كان بيطبق ورقة كان طائر بطريق. جوزيف عرفني على الأوريغامي وقال لي ده اسمه أوريغامي، وأنا قعدت أدور والناس تتريق عليا ويبطل اللي أنت بتعمله ده لعبة عيال صغيرة ولعبة أطفال، لحد ما قررت ان انا هكمل في المشوار ومتعودت ان الاحلام تتحقق عشان تبقى عايز تعملها بجد. شاركت في ورش كتير وسافرت بره مصر بدرب مدربين في الوطن العربي في تور اسمها طبق معانا، وكان ليا ابتكارات في الاوريجامي وهي الحروف العربي والارقام العربي وفانوس رمضان. دلوقتي النهارده انا تعجبت جدا جدا، واوريجامي في مصر اولا مشهوره جدا جدا خاصه في اسكندريه، والنهارده ورشه، كل ورشه جميله جدا وراية. الأوريغامي مقرر دراسي في المدارس اليابانية لأنه يعلم المفاهيم الهندسية والابتكار خصوصا للصغار. أنا أصغر مدرب أوريغامي، والأوريغامي بينمي الذكاء، وأنا عندي 12 سنة وبعرف أعمل الديناصور وبعرف أعمل الفار وبعرف أعمل عصفورة اللي بتشد من ديلها وبتتحرك. أنا اسمي يارا محمد. الأوريجامي فادني في حاجات كتيرة وتعلمته من زمان جدا، يعني مع قصص وحاجات كتير بتتعمل بيه زي كوباية مية ومحفظة وبيانو. من رحم الأوريغامي تخرج مفاهيم أخلاقية كالمشاركة الجماعية من منطلق فردي، وهو ما يسمى بالسولو أوريغامي، ليصنع هذا الفن بهجة من نوع خاص وليصبح له جمهور كبير من محبيه ليشاهدوا أبرز ما وصل إليه الأوريغامي من ابتكارات. أحمد زكريا، لصباح الخير يا عرب، الإسكندرية.